اهلا بكم، معكم زين. النهارده ان شاء الله هشرح لكم واحد من اكتر البرامج او المواقع اللي فادتني جدا في الفتره الاخيره. اولا بعتذر عن شكل الكاميرا لو في حاجه مش مظبوطه، انا بصور لوحدي فمحدش يقدر يقول لي الكادر ماشي تمام ولا لا. المهم الموقع ده يا شباب من المواقع المفيده جدا ليك كطالب في كليه طب، او حتى لو انت في امتياز او لو انت خريج. الموقع ده اسمه نيورال كونسلت، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. وعشان بس تكونوا متصورين قد ايه الموقع ده حل لي مشكله كبيره جدا كانت بتواجهني، خليني اشرح لكم المشكله اللي واجهتني في الفتره الاخيره. حاليا في سنه 5، فبدانا بقى الكلينيكال، بدانا ننزل بطنه. فكانت انا مشكلتي ان انا دايما باجي متاخر المحاضره، فما كنتش بعرف ان انا اخد هيستوري من العيان، وبالتالي حته ان انا اخد هيستوري دي كانت مهاره محتاجه انها شويه تتنمى عندي. وما كنتش اقدر اجي بدري بصراحه لاسباب مرضيه. وحتى لو كنت جيت بدري يعني ما شاء الله باجي الاقي البنات يعني محاوطين البيشنت كده 7 8 بنات بيعملوا للعيان عمليه استجواب بقى، مش عمليه مش ان هم بياخدوا منه هيستوري، لا بيعملوا له استجواب، وكل واحد بيسال سؤال كده، سؤال من الشرق وسؤال من الغرب. وانا بصراحه انا اكيد انا مش هقف في وسط البنات يعني عشان اخد هيستوري من بيشنت، ما علينا. فالموقع ده بصراحه حل لي المشكله دي، وسبحان الله يعني واحد صديقي كنت بحكي له المشكله دي، فانا احب اشكره جدا، هو اسمه عبد الرحمن عادل، فشكرا ليك بجد عبد الرحمن، يعني جزاك الله كل خير. فالموقع ده حل لي المشكله دي، وانا هوريكم بالظبط ازاي تستخدموا الموقع. الموقع عباره عن ان انت بتاخد شيت من عيان ولكن بالاي اي، وفي مميزات كتير جدا هشرحها لكم بالتفصيل. فيلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه احنا اول ما نفتح الموقع بيجي لك بالشكل ده، ساين اب بقى وساين ان والكلام ده. طبعا انا مش هوريكم يعني ازاي تعملوا ساين اب، يعني دي حاجه انتوا كبرتوا عليها عشان بس ما اضيعش وقتكم. اهم حاجه بس وانت بتعمل ساين اب اختار ام دي، تمام؟ هيقول لك التايب او بروفيشن او حاجه كده، تختار ام دي، تمام؟ هتلاقي فيه حاجات تانية اختيارات كتير. الموقع يا شباب هو ليه فري ترايل. الفري ترايل دي بتتيح لك ان انت تستخدم الموقع يوميا بشكل محدود. طيب نفرض دلوقتي ان انت خلاص عملت ايميل، اول حاجه هتقابلها هي القوائم اللي على الشمال دي. اول حاجه هتلاقيها الداشبورد. الداشبورد دي اللي بيكون فيها يعني الصفحه الرئيسيه. هتلاقي اول ما ندخل كده في حاجتين، حاجه اسمها ديلي جيمز، حاجه اسمها بيلد ريسورسز. تحت كده تلاقي في ميديكال ماستري، ده بيشرح لك بالظبط الموقع بيمشي ازاي، ولكن انا هشرحه لكم في الفيديو ده ما تقلقوش. اول حاجه كويستشن اوف ذا داي. كويستشن اوف ذا داي ده بيكون عباره عن سؤال بسيط جدا. ممكن السؤال ده يكون من الام ار سي بي، ممكن يكون من اليوزملي، من اي يعني معادله من المعادلات الكبيره اللي هم بيعملوها اليومين دول. السؤال زي ما انتم شايفين كده بيجي دايما في صوره كيسز. خلونا مثلا نقرا السؤال، انا هقراه مع نفسي. طيب هنا هو السؤال يعني تقريبا ده سؤال جراحه، انا ما اعرفش صراحه ده ايه اجابته، ولكن هنفرض بقى ان انا هجاوب اي اجابه. فانا هقول ولنقل ليو ما يسركم على الله بقى. طلعت صح، سبحان الله. هنا بقى دي الميزه بقى بتاعت الموقع، ان هو هنا بيجيب لك ايه الاجابه الصح، والاجابه الصح دي بيشرح لك بالظبط هنا على اليمين هي ليه صح، والاجابه الغلط بيشرح لك بالظبط هي ليه غلط. فانت كل اللي عليك ان انت بس هتقرا كل الكلام ده اللي هيثبت لك ان الاجابه دي مثلا صح او غلط، هيشرح لك بالتفصيل هي ليه صح وهي ليه غلط. ممكن كمان تدوس على هنت، هنا هيديك زي هنت كده بسيطه يعرفك ايه الحاجه المهمه يعني اللي تركز عليها عشان تعرفك الاجابه. وهنا بيديك نسب الناس اللي جاوبت، يعني مثلا يقول لك هنا 57% من الناس جاوبت الاجابه دي. هنا فوق على اليمين كده هتلاقي في كلمه لاب فاليوز، لما تدوس عليها هيجيب لك كل الريفرنس رينج بتاعت التحاليل كلها، سواء التحاليل دي كانت سيرم، سي اس اف، بلود، او يورين، وبي ام اي. وطبعا ممكن تنزل كده شويه عشان تشوف بقيه التحاليل. ميزه كويسه جدا لو انت عاوز تحفظ مثلا النورمال رينج بتاع التحاليل المهمه، او التحاليل مثلا اللي بتقابلك كتير كحد جنرال براكتيشنر او كحد في امتياز. ممكن كمان تسيرش على الحاجه اللي انت عايزها. يعني انا مثلا هنا سيرش على ايه، الجلوكوز اهو، هيجيبه لي بالتفصيل بكل حاجه. دي كده اول ميزه. تاني ميزه انك ممكن برضو انك ايه تكبر الفونت لو انت حابب، او تصغره. هنا في الستاتس، هنا بيوريك بقى ايه ترتيبك في وسط الناس اللي بتجاوب عامه على الموقع. انا الترتيب هنا مثلا 59 عشان الوقت يعني اللي انا جاوبت فيه السؤال كان متاخر شويه وكده. طب نرجع بقى خطوه، ندوس على داشبورد. هنا عندك بقى هنا الميزه الكبرى اللي انا بصراحه بفضلها جدا في الموقع، وهي ايه، الاوسكي. انت عندك في الامتحانات بتاعه الشيت، يعني اللي بيكون فيها اكزامينيشن وانفستيجيشنز والكلام ده، امتحانات الكيسز يعني بيكون عندك لونج كيس وشورت كيس. هنا هو هنا بيجيب لك في الديلي جيمز في الداشبورد، هنا بيجيب لك حاله اوسكي شورت كيس. شورت كيس يعني ايه؟ يعني انت بس تحتاج تاخد فوكس تيست، تسال على اسئله مهمه، هتطلب مثلا حاجات معينه، مش هتحتاج انك تلم كل السيستمز. في اللونج كيس بقى دي اللي هوريها لكم بعدين، هيكون فيها انك تلم كل السيستمز بتاعت كل حاجه. انا هنا قدامكم احل حاجه بسيطه كده عشان اوريكم ازاي تستخدموا الاي اي مع البرنامج ده. اول حاجه هنا بيقول لك ايه، بيقول لك بس الاسم. واحد اسمه كارلوس راميريز، عنده 45 سنه، ميل، عنده سيفير يونيلاترال هيديك، دي الشكوى. هو بيجيب لك الشكوى، بيجيب لك هو عنده كام سنه، بيجيب لك اسمه، ولو في اي سيمتومز ثانيه هو برده بيكتبها لك، بس انت طبعا لازم تسال في الهيستوري لو في اي سيمتومز ثانيه. بيقول لك ان هو اشتكى من ريكارنت يونيلاترال هيديك اند اسوشيتد اوتونوميك سيمتومز. جميل. طيب ادوس كده ستارت، هينقلك على طول لصفحه تقدر تاخد من الاي اي ده شيت كامل، تعمل له اكزامينيشن، تطلب منه انفستيجيشن، وكمان تقدر انك تكلمه فويس، يعني لو انت عايز تكلمه كده بالانجلش فويس بس. يعني الميز دي بتبقى اكتر للناس اللي هي مشتركه في الموقع. وكمان تقدر انك تكلمه تشات. فمثلا لو دوست ستارت، اهو هنا بيقول لي ايه، ان انا لازم اشترك شهريا. الاشتراك الشهري بيبقى كام يا شباب؟ هو حرفيا بيبقى ب 10 دولار تقريبا في الشهر. بس هنا بيقول لي ان انا ممكن اجرب اول شهر ب 5 دولار، وليه انا تخفيض تاني 2.5 دولار. وده مش اعلان والله يا شباب، انا ما حدش اصلا يعرفني يعني عشان اعمل اعلان، بس ده يعني الاشتراك الشهر
شهر هيكلفك كذا. وبرده ممكن تشترك بشكل سنوي وهتدفع برده اقل بكتير من انك تدفع $10 في الشهر. لو انت اشتركت في السنه ممكن تدفع $50 في السنه تقريبا، او الرقم اللي هو قدامكم ده، على حسب برده الديسكاونتس اللي هم عاملينها الوقت اللي بيكون فيه بتسجل في الموقع. ممكن يعملوا تخفيضات اكتر مثلا في الاعياد، الهالوين بقى والكريسماس والحاجات بتاعتهم دي. طيب انا هنا مش المشترك للاسف بفلوس، فاختار تشات، هكلمه تشات عادي جدا. هنا بيقول لي هلو مثلا دكتور ثانك يو سو ماتش فور سينج مي توداي. هساله بقى عادي هو هنا بيشتكي من ايه، من صداع. فانا هبتدي واحده واحده اساله دو يو مثلا سموك، يعني الاسئله اللي هي الطبيعيه البيزك بتاعتنا. عايز بقى تساله متجوز بقالك قد ايه وعندك كام عيل والكلام ده براحتك. هنا مثلا قال لك نو اي دونت سموك. طب نبتدي بقى نسال ناخد ايه اونست كورس ديوريشن من المرض. ممكن اقول له ايه when did the condition start. ممكن كمان تساله سؤال مركب، بس خلي بالك هنا مفيش شيفت انتر، يعني انت ما تقدرش تدوس انتر، يعني مش هتعرف تخلي الاسئله تحت بعض. فانت تضطر ايه اول ما تدوس انتر او شيفت انتر هو يقوم ده يعني باعت له السؤال على طول. فانت خلي بالك من الحته دي. فلو انا عايز اساله كذا سؤال هساله ازاي من غير ما ادوس انتر. هكتب ايه مثلا is it progressive or regressive، وهاخد مسافه سبيس وهساله when exactly is the pain. ده سؤال مركب، يعني ده كذا سؤال في سؤال واحد اهو. ده كده 3 اسئله. بساله هل الموضوع بيزيد ولا بيقل، بساله اللي وجع فين بالظبط، بساله هل الموضوع ده حصل معاك قبل كده ولا لا. هو هيرد معاك بكل سلاسه على ال3 اسئله مش بس على سؤال واحد. وعايز اقول لكم ان الاي اي ده يعني هو ذكي جدا، مش غبي زي مثلا برامج تانية. هيجي واحد يقول لي طب ايه الفرق بينه وبين شات جي بي تي والحاجات دي. شات جي بي تي مش هيجيب لك حاله كده، ده اولا. ثانيا شات جي بي تي مش متخصص في مجال الطب، فده هيبقى متخصص اكتر فهيعرفك حاجات اكتر. هنبدا بقى نساله اسئله تانية. انا هسكيب الحته دي بس لحد لغايه ما اوصل للتشخيص بتاعه واساله الاسئله بتاعتي كلها، وبعد كده هرجع لكم في الجزء اللي بعده. طيب يا شباب، انا هنا سالته كام سؤال كده، اتوصلنا لان الراجل ده يعني بيجي له الوجع كل فتره في نفس الوقت من اليوم، بيقعد معاه من 30 ل 90 دقيقه، لما بياخد له مسكنات ما بتعملش اي مفعول، ما عندهوش اي تاريخ مرضي في العيله لاي امراض تانية، غير ان كان حد من قرايبه عنده مايجرين صداع نصفي، بالاضافه الى ان هو عنده هايبرتنشن، وكمان بيشتكي بان في دروبينج ايليد للرايت سايد، والوجع ده موجود بس على الرايت سايد، وبيكون في ستافي نوز ومعاها تيرنج. انا بصراحه ما اعرفش ايه التشخيص لحد دلوقتي، ممكن تكون الحاجه دي يعني انا مش عارفها عادي جدا. هنعمله بقى فيزيكال اكزاميشن. هنا بقى الجزء الممتع. انت بس هنا بتختار من على اليمين السيستم اللي انت عاوز تفحصه. تدوس مثلا هنا انا هكزامين نيورو لان دي حاله نيورو. هشوف كده هيجيب لي بالظبط بقى ايه البوزيتيف والنيجاتيف فايندنجز اللي في العيان. مثلا هنا ايه البيشنت اليرت اند اورينتد تو بيرسون بليز تايم، الكرينيال نيرفز كله انتكت، الموتور فانكشن، السنسوري فانكشن تمام، الريفلكسز، كوردينيشن والى اخره. برضو هروح افحص مثلا الهيد اند نيك اند اير نوز ثروت، ده اللي هو السيستم الثاني. هيكتب لي برضو هنا كل الفايندنجز. بيرلا دي اختصار لحاجه pupils equal rounded reactive to light and accommodation. تمام، مفيش حاجه قوي ممكن نقولها غير ان في مثلا نيزل كونجيشن. ممكن نشوف له الفيتال ساينز اللي هم الضغط والهارت ريت والكلام ده. كل الحاجات اللي بيجيبها لك بتتماشى مع الحاله. خلي بالك كمان ان احنا مختارين ام دي ده، يعني هو بس احنا بنختار ليه ام دي لما نيجي نعمل ساين اب في البرنامج، لان احنا عاوزين الحالات تكون دايركت، تكون فيها حاله مرضيه واحده بس، ما يكونش العيان بيشتكي من كذا مرض في نفس العيان، بحيث ان انت لما تيجي تديله ادويه ده بس هتعالج المرض ده لو انت يعني حد بيزك. لو انت حاجه اعلى من كده ممكن تختار ايه الكاتيجوريز الثانيه. انا ما اعرفش بصراحه ايه معناها يعني، بس انا قلت اقول لكم ان انتوا تختاروا ام دي لان دي اللي هتناسبنا احنا كطلبه لسه بنتعلم يعني وكده. طيب ممكن نشوف له يعني بقيه السيستمز، وبعد ما تشوف له بقيه السيستمز هنروح هنا بقى السكشن اللابز اند ايمجينج، هطلب بقى منه الانفستيجيشنز اللي انت عايزها، وممكن ساعتها هنا يطلع اي فايندنج. ممكن كمان انت مش بس بتنقل على الفيزيكال اكزامينشن والشات، لا انا ممكن كمان ارجع اساله سؤال تاني. يعني انا مثلا افتكرت ان انا نسيت اساله لو هو عنده فيفر، فممكن ارجع عادي جدا اساله لو هو عنده اي حاجه. هو كل ده في نفس الصفحه، انت مش محتاج انك تمشي بالترتيب، لا عادي انت ممكن تعمل الفيزيكال اكزامينشن الاول وبعدين تاخد هيستوري. بس يعني ايه احنا خلينا ماشيين بالطريقه الكلاسيكيه العاديه. طيب وانا دلوقتي شبه فحصت العيان كله تقريبا وما فيش اي حاجه يعني بايده. لو انت عاوز ترجع تاني للدياجرام ده دوس شو دياجرام وافحص المكان اللي انت عايزه. دلوقتي مثلا هنطلب منه لابز اند انفستيجيشنز، ودي بقى نقطه انا عاوزكم تنتبهوا جدا ليها. خلي بالك ان ممكن اسم التحليل نفسه ما يكونش بالطريقه اللي هي بتخطر على بالك قوي. يعني مثلا سيرم جلوكوز ليفل، انت ممكن تفتكر اسم التحليل بلاد شوجر، ممكن ان تبقى متسجله في الموقع سيرم جلوكوز، فتيجي انت تدور مثلا على بلاد شوجر مش موجوده، فهتضطر تدور على سيرم جلوكوز. فدي نقطه مهمه جدا خلي بالك منها، لان الموقع هو فيه كل التحاليل وكل الفحوصات، ولكن مش هتبقى دايما بالاسم اللي انت متوقعه. طيب انا مثلا عاوز ادور على سي بي سي، ماشي ده هتدور عليه كده سي بي سي هيظهر لك مفيش اي مشكله. واحيانا بيحصل جليتش والبتاع ده بيعلق كده وما بيرضاش يجيب لك اي فحوصات، وممكن انت تضطر تبص كده على الفحوصات بنفسك، تسكرول كده لحد لغايه ما تلاقي الفحوصات اللي تلزمك. انا عن نفسي الراجل ده بطلب له MRI. خلي بالك ان انت كمان كل انفستيجيشن هنا بتطلبها زياده عن حاجه المريض هيقول لك في التقييم النهائي اللي هقوله لكم كمان شويه. الMRI بقى هنا هيقول لك انت عايزه بكونتراست ولا من غير، عاوزه MRI فين بالظبط، هل على البرين، هل على السباين، هل على الني، وهكذا. تمام، انا هطلب طبعا MRI برين.
ونشوف هل هيطلع حاجه ولا لا. هنا مش هيجيب لك صوره، ولكن هيجيب لك البوزيتيف فايندنج، هيقول لك عليها. يعني يمكن دي برضو حاجه محتاجه شويه تحسن من الموقع، بس يعني كتر خير الدنيا ان هو عمل كده. بص هو هنا جايب لي كل حاجه نورمال، يعني انا مش لاقي اي حاجه في المريض ده، يعني هي حاله صعبه بصراحه. خلي بالك كمان ان انت لازم تقرا النتائج كويس جدا، وهنا هو بيكتب لك النورمال رينج، لكن لازم تقرا النتائج كويس جدا، ان هو مش بيعلم لك مثلا كده بستار على الحاجات اللي هي فيها ابنورماليتي يعني. فانت لازم تقرا كويس كل الحاجات اللي عندك. انا خلصت خلاص يعني، والله كل انت خلصت وعاوز بقى تفنش، دوس فينش عادي جدا. هتكتب هنا التشخيص، وتحت هتكتب المانجمنت اللي انت هتعمله. طيب انا عن نفسي انا ما اعرفش بصراحه هو تشخيصه ايه، ولكن بما ان هو عنده حد في العيله عنده مايجرين، فانا ممكن اشخصه ان هو مايجرين، خصوصا ان الصداع بيقعد معاه 30 ل 90 دقيقه. بس خلي بالك التخصص اللي انت تكتبه هتحاسب عليه، ممكن برضه نحط التشخيص ده في الحسبان، بس خلي بالك التشخيص اللي انت تكتبه هيتحط في السكورنج سيستم بتاعك، فانت لازم تختار بعنايه. بس اقول له مثلا مايجرين دو تو مثلا هايبرتنشن. هنا what are the next steps in management for this patient. ممكن هنا بقى اقول ممكن اقول referral ENT لو انا حابب يعني. وبالنسبه مثلا للادويه اللي انا هديها له، ممكن والله اديله يعني، انا اودي له اوفثالمولوجي عشان يعمل له فاندوسكوبي، عشان يعمل له فاندس اكزامينيشن، لان انا بصراحه ما انا نسيت اطلب حاجه زي كده برضه، المفروض كنت اطلب حاجه زي كده. ريفيرت اوفثالمولوجي. وانا بصراحه عن نفسي انا ممكن اديله فازو دايليتورز بالحاجات الثانيه. فانا هكتب سبميت، وهنشوف دلوقتي السكورنج اللي هيطلع لي كام. اعتقد هيطلع لي 8 او حاجه كده، اعتقد هيطلع لي حاجه قليله يعني، ان انا يعتبر ما عملتش حاجه صح قوي يعني في الحالتين. الحاجه اللي عنده دي اسمها كلاستر هيديك. هنا بقى بيقول لك الكيس سامري بقى، انت عملت ايه بالظبط في الورك اب سكور ده اللي هو الشيت اللي انت بتاخده. المانجمنت سكور انت عملت ايه بالظبط في الحاله دي، ادويه ايه. الدايجنوز سكور السكور بتاعك على التشخيص، هل انت جبت تشخيص صح ولا غلط. طبعا التشخيص هنا بقى بيقول لك الفيدباك، التعليق بالظبط. هنا هيقول لك الدايجنوز، التعليق على الدايجنوز، التعليق على المانجمنت اللي انت عملته. هنا بيقول لك refer to ophthalmology and vasodilators are not typical management strategies for this condition. هيقول لك بقى ايه الكوريكت مانجمنت. هنا هديله اكسجين وساميتريبتان او زولميتريبتان ده في الاكيوت اتاكس، والبريفنتيف هديله فيرابامين اللي هو كالسيوم شانل بلوكر. طيب انا خدت هنا 5 من 15 مش مشكله. بعد كده ادوس فينش. كده انا شرحت لكم يعتبر اهم حاجه في الموقع، بس دلوقتي هشرح لكم شويه حاجات تانية برضو هتفيدكم، بس هشرح لكم كده في عجاله سريعه. خلاص كده احنا خلصنا اول قائمه على الشمال اللي هي قائمه الداشبورد. ندخل على قائمه السيرش. قائمه السيرش دي بقى لو عايز تسيرش فيها على حاجه معينه، مثلا عاوز تسيرش على الجايد لاينز بتاعه علاج الدايابيتس، ممكن تسيرش على حاجه معينه انت في دماغك، دواء معين، مرض معين اللي يعجبك، عاوز تسيرش على كومبليكيشنز بتاعه حاجه معينه. تحت هنا بيكون في سيرش سجشنز، يعني شويه مقترحات كده. مثلا هنا بيقول لك ايه what are the ethical considerations in patient consent for research studies. انا مثلا هنا والله انا عاوز اساله على كلاستر هيدك. كلاستر هيدك لان حاجه لسه جايه لنا وانا ما اعرفش اصلا ايه كلاستر هيدك ده. نعرف الاستريس هيدك والمايجرين، ما اعرفش ايه الكلاستر هيدك ده. بس طبعا يعني ريت في السيرش يكون سبيسيفيك شويه. يعني انا كده كتبت كلاستر هيدك عايمه بس عشان اجرب، بس انا المفروض اكتب ايه كلاستر هيدك مثلا مانجمنت، كلاستر هيدك كرايتيريا فور دايجنوز. هنا بقى هيجيب لي كل حاجه. هنا جاب لي ايه والله الديسكربشن بتاعه، الكلينيكال برزنتيشن، ودي حاجه كويسه مش وحشه. جاب لي الدايجنوزز، جاب لي الباثوفيسيولوجي، جاب لي التريتمنت، بروجنوزس، كلينيكال كونسيدريشن اتسترا الخ الخ. عاوز اعمل منه سمري، هدوس كريت ا سمري، او بسهوله جدا ادوس داونلود اس بي دي اف. بقى عندنا بي دي اف رسميا للكلاستر هيدك، بي دي اف جميل جدا 3 صفح ملخص لك بيه كلاستر هيدك. لو انت ما ذاكرتش حاجه زي كده قبل كده هتستفيد منه جدا. طب عاوز تخليه يعمل سمري، هتقول له كريت سمري عادي جدا. ده بقى يدخلنا للنقطه اللي بعدها على طول اللي هي الاي اي نوت بوك. يعني شرحنا الداشبورد السيرش وهنخش على الاي اي نوت بوك. الاي اي نوت بوك يعني هي برده ميزه مخصصه اكتر للناس اللي هي عندها اشتراك في البرنامج، بس يعني خلينا كده نجرب نعمل اي حاجه. هنا مثلا انا عايز اشوف سمري، اكتب نيو سمري فوق اهي. الصفحه اللي كانت عندنا دي لو انت عندك اصلا سمريز لحاجات تانية عاوز تدور عليها، بس دي طبعا بتكون بفلوس. نيو سمري اهو. هنا بقى ميزه من اقوى المميزات بقى في البرنامج، انت ممكن تابلود محاضره بي دي اف، او ممكن تابلود محاضره عندك مثلا متسجله، او ممكن حتى تاخد محاضره من اليوتيوب وتخليه يلخصها لك. انا كزين مثلا انا وحش جدا في الاي سي جي، فانا هروح دلوقتي ادور على محاضره اي سي جي لنينجا نيرد، هيجيب لي مثلا المحاضره دي اي كي جي ومش عارف ايه والكلام ده. انا هاخد المحاضره دي ماستر اي سي جي واي كي جي، هاخدها زي ما هي كوبي لينك، هروح على نيورال كونسلت، احط اللينك هنا. سمري ستايل انت عايزه مثلا هل عايزه بوليت بوينتس ولا عايزه باراجراف؟ انا ما اعرفش ايه الحاجات دي، بس هختار مثلا ايه بوليت بوينتس. عايز السمري ده شورت ولا ميديوم ولا لونج؟ لا والله مثلا عايزه ايه ميديوم، ياخد 5 دقايق مثلا القرايه. طيب اديشنال نوتس هقول له مثلا بليز اد ا سمول مايند ماب، انا بحب المايند مابس فهقول له يضيف لي واحده ماشي، وادوس جنريت سمري. بس هستنى شويه. كل ده خلي بالك مجاني. ولنفرض ان انت تعديت مثلا الوقت اللي انت المفروض تقعد فيه على الموقع النهارده بشكل مجاني، تعمل ايه؟ اعمل ايميل تاني، سهله وبسيطه يعني. هتعمل ايميل تاني وتخش منه على الموقع وكل حاجه هتبقى تمام. ممكن يطول شويه في عمليه ان هو يعمل لك سمري، بس خلي بالك عشان انا مديله فيديو كبير. يعني انا مديله مثلا الفيديو ده كان حوالي الفيديو 59 دقيقه، فطبيعي جدا اهو. بص ما خدش دقيقتين حرفيا من الملخص اهو. بص
كي توبكس كي جي ويف فورمز وبيزكس ومش عارف ايه يعني هو هنا ما عملش المايند ماب قوي، بس هو هنا ايه كاتب لك المايند ماب برزنتيشن عامه، اللي هو انت هتمشي عليها ازاي. انت ممكن انت بقى تحول الكلام ده لرسمه او تستخدم اي تاني ان هو يحولها لك رسمه. بس يعني الموضوع سهل وبسيط. هنسيب بقى الكلام ده نخش على الفلاش كورد. انا ما اعرفش ايه الفلاش كورد دي، بس يعني في ناس بتعمل لها كده انتجريشن على برامج معينه عشان ايه تطلع معاهم فلاش كوردز. انت عاوز فلاش كورد حاجه معينه، دوس كريت نيو، هتقول له مثلا انبوت فري تكست او ابلود ليكتشر ارتكل عشان يعمل لك فلاش كورد عليه. او انا مثلا هنا اكتب ايه انبوت فري تكست، اقول انا مثلا عاوز فلاش كوردز اباوت ايه تريتمنت اوف مثلا هيموفيليا تايب ايه مثلا. تحت هنا بقى تقول له عدد الكوردز اللي انت عايزها، انت عايز 5 عايز 10 معكش حد 50 كورد. طيب انا هنا مثلا اقول له لا انا عم عاوز ايه، انا راجل غلبان انا عاوز 3. الكوردز دول هتشوفهم بعينيك وممكن انك تستخدمهم في ان انت تعمل لهم انتجريشن بقى على الموقع بتاع الفلاش كوردز ده. انا ما اعرفش ايه الفلاش كوردز دي والله يا شباب، فاللي يعرف يا ريت يكتب لنا في الكومنتات. اهو عمل لك الفلاش كوردز، انت بقى هتعمل لها مثلا انتجريشن على الموقع، تدوس سيف كوردز اهو، تعلمهم كده وتدوس سيف كوردز وتكتب مثلا ايه اهو، تدوس سيف كوردز. شوف انت بقى عاوز تعمل لها ستادي ولا عاوز تعمل ايه. انا هدوس مثلا ستادي هنا ماشي. the primary treatment of for hemophilia involves replacement therapy with. انا هنا مثلا ايه، انا الفلاش كارد دي انا كده خفيت جزء من الاجابه، انا هخمن الاجابه مثلا وبعد كده ايه هشوف انا بعد كده انا عملتها صح ولا لا، فاقول ايه شو انسر وهيطلع لي الفلاش كارد. هنا هيوريك بقى البروجرس الحاجات بتاعتك اللي انت عملت كويس ولا لا وهكذا. طيب حاجه كمان عندك البورد كويستشن هاب. البورد كويستشن هاب ده هيوريك فيه الكويستشنز اللي انت مريت بيها عملت ايه بقى والتقدم بتاعك والاناليتكس بتاعتك كلها عامه. طب يا شباب بقى لو انتوا عاوزين بقى تحلوا كيسز تانية، الكيسز دي غير الكيس بقى اللي ظهرت لك النهارده اليوم ده، خلي بالك ان الكيس دي في الديلي جيمز في الداشبورد بتقعد من حوالي 5 ايام لاسبوع. انت لا انت مش عاجبك الكيس دي، هتنزل تحت بكل بساطه هتلاقي في عندك ايه ستيب 4 تحت هنا كده كلينيكال كيس سيميليتور، هتدوس على كلينيكال كيس سيميليتور هيجيب لك كيسز بعدد مهول، وكل فتره هم بيضيفوا برده كيسز زياده. الكيس دي عباره عن ايه بس هو بيجيب لك الشكوى وانت تكمل زي ما انا ما وريتكم كده في اول الفيديو. وكمان انت تقدر تختار الكيس دي عايزها لونج ولا عايزها اوسكي يعني شورت كيس. وكمان هنا في التوب هنا في الجزء اللي فوق ده ممكن تختار انت عايز سيتنج المكان اللي فيه الكيس دي، هل هو emergency department ولا عايزها مثلا في الاوت بيشنت كلينيك عشان هتفرق الحاله برضو. هل عايزها internal medicine ولا سيرجي ولا نيورولوجي ولا اوبسن جاينا ولا عايزها سايكاتري ولا عايزها مثلا اطفال. طب عايزها سيستم ايه، عايزها بالمونولوجي ولا عايزها كارديوفاسكولار ولا عايزها جاسترونتساين وهكذا. كمان انت ممكن تختار انت عايزها فول ولا كويك، تمام. هل انت عايزها الوقت بتاعها هيكون لونجوسكي ولا شورت. انت ليك واحده بس من دي كل يوم سواء لونج او شورت، ده في الاشتراك المجاني، وليك اللي هي الاسبوعيه اللي هي بتبقى موجوده. فانت ليك واحده بس كل يوم زي ما انا قلت لك قبل كده. لو انت يعني التايم بتاعك خلص على الايميل الاولاني ممكن تختار ايميل تاني. انا هنا اخترت ايميل تاني. هنا برضو الحاجات اللي انت حلتها هيقول لك برضو انت خدت فيها كام في الميه وعملت ايه بالظبط والكلام ده. طبعا هنا هختار اي حاجه، ولنقل مثلا نختار ده. هتختار بقى انت عايزه فول اوسكي ولا كويك كيز. طبعا لو فول اوسكي هياخد مني وقت كبير جدا والفيديو انا مش عايزه يطول اكتر من كده، بس يعني انا قلت اوريكم ايه ازاي تقدروا تعملوا حاجه زي كده. كويك كيز زي اللي احنا حليناها، فول اوسكي ده بقى ايه هيكون بالتفصيل التفصيل الممل، ولازم طبعا انك ايه تقعد وقت اكتر مع الحاله وهتاخد منها هيستوري كامل، هتعمل لها اكزامينشن كامل. بس انا كده اعتبر تقريبا يعني شرحت تقريبا معظم الحاجات المهمه. ممكن نروح تاني على الداشبورد نشوف لو في حاجه احنا ما شرحناهاش. كمان في حاجه اخيره كويستشن جنريتور دي. انت ممكن تختار مثلا تدوس كريت نيو تيست وتكتب انت عاوز التيست ده يكون على حاجه مثلا انت هتكتبها ولا ليكتشر انت هتعمل لها ابلود ولا حاجه انت كده ايه هتضيفها خلاص. انا هانبوت مثلا فري تكست اقول له مثلا ايه انا عاوز اسئله عن تريتمنت مثلا اوف مثلا دايابيتس تايب 2. خلي بالك ان الاسئله دي كلها بتكون اسئله يعني صعبه شويه مستوى عالي، ولكن صدقني يعني عادي انت مرن نفسك عليها. لو انت حد بيعمل معادله هتستفاد جدا من حاجه زي كده. بعد كده ندوس احنا برضو احنا عاوزين كام سؤال، ممكن معاك لحد لغايه 40 سؤال في البتاع ده. لو انت كمان مختار الاكزام تايب ممكن تختار جينيريك كويستشنز ولا بورد ستايل، تختار النوع اللي انت عايزه. اهو جاب لي السؤال. طبعا معظم الاسئله بتيجي في صوره كيسز، انا هحل السؤال واجي لكم. طيب هنا ده مريض عنده تايب 2 دايابيتس زي ما احنا طلبنا منه، الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعه 8.5، الراجل ماشي على ميتفورمين وماشي على جليبليزايد وعنده هايبر ليبيديميا وهايبر تنشن. هو عاوز ان هو يبطل شويه اعتماده الاساسي على الادويه وعاوز يبدا شويه لايف ستايل موديفيكيشن. فهنا بيقول لك المفروض تعملوا ايه بالظبط، تختار اني واحد من دول. هنا اقول له مثلا sleep at least 8 hours per night، مش مهم قوي نقرا الباقي. engaging in stress reducing activities such as yoga or meditation twice a week. كلام اليوجا والمديتيشن الكلام ده عبيط اصلا. reducing alcohol consumption to 1 drink per day يعني ماشي ممكن. following a low carbohydrate high diet protein تمشي جدا. increase daily physical activity at least 150 minutes of moderate intensity aerobic exercise per week. فانا هختار بصراحه دي following a low carbohydrate high protein diet. طلعت الحمد لله الاجابه الاولانيه. فطلعت الاجابه الاولانيه. طبعا دي يعني الرياضه طبعا بتحسن من انا هتفلسف ليه ما عندكم الاجابه اهي اهو correct answer قال لك بالظبط
بس فدي كانت كل حاجه يا شباب عايز اقول لكم عليها على الموقع ده. انا بس طالب منكم طلب بسيط، ان انتوا ما تبخلوش بالمعلومه دي او الفيديو ده على اصحابكم. انا هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. عايزكم تنشروا الفيديو لاصحابكم. بلاش الانانيه بقى، شاف العلم يعني الانانيه في العلم وحشه جدا، وزكاه العلم نشره. وانا بصراحه كنت عاوز اخبي عنكم موضوع الموقع ده بامانه يعني، ما انا برضه بني ادم يعني، وفيه الحلو وفيه الوحش. كنت عايز اخبي عنكم موضوع البرنامج ده، بس قلت يعني ايه، لا يعني الواحد لازم يشارك الموضوع ده، ممكن لعله عايز حد يستفيد منه. مسجره دايما ان ده حتى من تزكيه النفس، يعني انك تتبع حاجه عكس هواك. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. دايما خلي حاجه زي كده في نفسك، انك تفيد غيرك وتساعدهم وكده. واخر طلب اطلبه منكم، ادعوا لي يا شباب. اي دعوه بقى حلوه تيجي على بالكم ادعوا لي بحسن الخاتمه، بالشفاء العاجل، بتوفيق، توبه، اي حاجه. بس كده يا شباب، دي كانت كل حاجه النهارده. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واسف جدا لو طولت. انا بحاول بقدر الامكان في المونتاج ان انا اقصر الفيديو يعني وكده، واسف ان انا بتكلم بسرعه، بس دي حاجه خلاص انا اتعودت عليها، ما اقدرش يعني ان انا اغيرها قوي. بس كده يعني، بالتوفيق لكم ان شاء الله جميعا. وما تنسوش بقى تدعمونا بقى ايه، بلايك، كومنت، شير بقى، الحاجات الجامده دي. لو في عندكم اي تعليق على اي حاجه، سواء بقى في الفيديو نفسه بقى، طريقه كلامي، التصوير، الطريقه اللي شرحت بيها، عاوز تضيف حاجه من عندك، معلومه زي انت اكتشفتها انا ما اكتشفتهاش، عاوز تسال على حاجه معينه في الموقع، مفيش اي مشكله، عندك كومنتات هجاوب عليك ان شاء الله. واللي معاه رقمي يعني عادي جدا ممكن تكلمني على الواتساب. وبس كده يا شباب، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.